لأول مرة من فترة كبيرة جدا منتخب شباب صغير عنده 17 سنة و16 سنة بيشرفنا وبيشرف الكورة المصرية في كأس العالم للشباب لأول مرة من فترة كبيرة جدا. لو تفتكر من أيام فترة وفترة أرجنتين كأس العالم، فترة تالت كأس عالم، لو نفتكر يعني الكلام دوت كنا يعني من حوالي 20 سنة أو يمكن أكتر من 20 سنة. أما كان عندنا منتخب شباب صغير وكان بيقدر يوصل في كأس عالم وكان بيقدر يكسب ويروح ويتأهل ويدخل دور الأربعة ويكسب ثالث كأس عالم. عندنا النهارده منتخب بيمثل المنتخب دوت وإن شاء الله يكون أفضل منه. أبطال فخورين بيهم، فخورين بالكرة اللي هم بيقدموها، فخورين بالرجولة اللي هي بتتقدم في الملعب، فخورين بكل شيء بيقدموه الشباب دول والعيال الصغيرة دول. لو صدق القول يعني هم مش عيال، هم كبار جدا في نظرنا وهم أفضل من لمس الكرة يعني في الأجيال المصرية حاليا. وأفضل حد بيعمل نتائج كويسة دلوقتي فريق الشباب مصر تحت سن 17 سنة بيتأهل لدور ال 32. حلم كبير جدا للمصريين ان هو يظل ورا المنتخب دوت ويدعمه ويقدم له كل انواع الدعم وكل انواع الكلمة كويسة وكل انواع القوة عشان يقدر يتقدم للامام. حتى لو ما عملش الارجنتين في دور ال 32، حتى لو ما حالفناش الحظ، واظن ان احنا هنعمل ان شاء الله ماتش كويس قدام الارجنتين، ولكن يبقى احنا عندنا خامة كويسة، عندنا لعيبة بتخاف على بلدها، عندنا لعيبة يعني عايزة تشرف بلدها وعايزة تقدم كرة كويسة وعندها حمية وعندها غيرة وعندها يعني ليه انا ما اكونش كويس وليه. واللعيب اللي قدامي سواء من انجلترا ولا من فنزويلا ولا من الارجنتين ولا من فرنسا ولا من اي مكان في العالم انا مش اقل منه. اللعيبه النهارده بتقدم النموذج دوت، بتقول انا مش اقل من اي لعيب في العالم، بلعب الند بالند. النهارده حتى يعني طول الماتش في نديه غريبه جدا في دم الاولاد دول، في نديه قويه جدا بيقدموها، في خوف على التيشيرت وخوف على منتخب مصر، والولاد عايزين يقدموا حاجه كويسه ويقدموا للجمهور اللي بيشجع ويقدموا للشعب المصري كله حاجه كويسه يشرفوا بيها الشعب المصري. وقد كان فعلا شرفونا وعملوا اداء متميز الى الان في هذه البطوله. كسب اول ماتش 4، اتعادلوا تاني ماتش مع فنزويلا، اللي كسبت انجلترا اللي هي بتلعبنا النهارده. طبعا الفجر التحكيمي اللي ابعد درجه ممكنه، يعني انا مش عارف ممكن التحكيم يودينا فين بعد كده. دايما بيجي على الجانب المصري ودايما بيجي على الجانب الضعيف زي ما بيقولوا.